واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. فضلا منكم تدعموني بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. يوم معاكم النهاردة بدأ من الساعة 6 الصبح. طبعا كل عام وحضراتكم بخير. بدأنا بقى عام دراسي جديد، وان شاء الله يا رب كده يجعله عام سعيد علينا. وعايزه اقول لكم يا اولاد ان انا كان خلاص ربنا تاب عليا من موضوع بقى ان انا اودي مدارس واجيب من المدارس، بس ايه يعني خلاص بقى رجعنا تاني بقى للموضوع دوت. وعندي علي السنه دي كده في سنه اولى ابتدائي، فطبعا مش هامن عليه خالص ان هو ينزل لوحده او مثلا يعني مش هآمن خالص بصراحة. فأنا بنزل أنا أوديه وكده. وقمت بقى الصبح كده يعني لبسته وظبطت له الدنيا كده وعملت له سندوتشات وخدته وديته كده المدرسة. وأنا راجعة جبت معايا نص كيلو بانيه، قلت بقى عشان نعمله غدا النهاردة إن شاء الله بأمر الله تعالى. فحبيت كده أخد لكم مقطع كده الصبح. أنا بصوا بحب جو الصبح ده قوي 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 قوي. اللهم بارك كده، بتحسي ان الهوا نضيف والدنيا هاديه كده يعني. لما عدينا بقى بعد البيت بشويه كده ومشينا شويه، فلقيت ناس وكده بقى خلاص كنا قربنا على المدرسه، فلقيت اطفال بقى وناس وامهات وكده. فبصراحه يعني انا بتكسف قوي في المكان الزحمه ده كده ان انا اصور. فكنت ناويه اصور لكم كده وانا داخله المدرسه وكده، ولكن زي ما قلت لكم كده. فالمهم ايه، جبت بقى البانيه ومسكته غسلته كويس قوي ونقعته حوالي كده ربع ساعه في دقيق وليمون وملح. وجبت التتبيله بتاعتي هنا، معايا علبه زبادي ومعايا بضايه، وكان عندي كيس اللي هو الويلز اللي هو البهارات اللهم صل على النبي الشاورما. قلت مش مشكله اخد منها شويه لان كانت السبع بهارات عندي كانت خلصانه، فقلت اخد منها شويه وخلاص. وحطيت شويه كده من بهارات الفراخ وشويه اللهم صل على النبي كزبره ناشفه، توم باودر وبصل باودر كده سنه سنه صغننه كده من كل حاجه. وبدات كده بقى ايه، وحطيت كمان عصره ليمونه ومعلقه خل وشويه ملح صغيرين. وبدات ان انا اقلب بقى الخليط القمر ده كده كله مع بعضه. ما بحبش بصراحه البانيه، من اكتر الطرق اللي انا بحب اتبل بيها البانيه هي الطريقه دي، اللي هو زبادي او لبن مثلا والبيضه والبهارات. ساعات بعمله ببصله، ببشر بصله كده مع البهارات وكده، ولكن بصراحه بحس ان ده بيديني طعم احلى والبانيه بيطلع معاكي طري كده ولونه فاتح وجميل جدا. فدي كده من احسن طرق تتبيله البانيه. وبدات كده ان انا عارفين هو ايه، بغرزه بالشوكه كده علشان التتبيله تتغلغل جواه. عاده بحب اما اعمل بانيه اتبله من قبلها من بالليل، ولكن عشان هو ما كانش موجود عندي فانا ايه تبلته كده اول ما رجعت وسيبته برضو يعني قعد حوالي 4 ساعات كده في التتبيله ما شاء الله، يعني خد راحته خالص يعني. طبعا بعتذر لكم على صوتي عشان انا واخده دور برد، فربنا يشفينا يا رب ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص كده بقى هغطيه واشيله في التلاجة بقى لحد ما نيجي ايه نعمل الغدا مع بعض. تعالوا بقى، كتير 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 كانوا بيسالوني على الفراخ عامله ايه، كتير قوي من حضراتكم يعني. قلت اصورها بقى معاكم. عايزه اقول لكم ان انا مصوره المقطع ده بقالي مده، بس كل ما اقول هنزله في الفيديو اللي جاي يجي الفيديو مش مناسب ان انا احط معاه مقطع الفراخ. فقلت يلا مش مشكله، كل شيء باوان. فهو خلاص ان الاوان بقى. هنا بصوا عشان كتير قوي بيسالوني على العشه بتاعتي دورين كده زي ما انتم شايفين اهوت. جوزي اللي عاملها يا بنات. انتوا تقدروا ان انت لو مش حد عندك هيعرف يعملها لك تقدري انت تستعيني بنجار، مفيش مشكله يعني، اي نجار هيجي يعملها لك مفيش مشكله. وكانت حبيبتي برضو كتبت في التعليقات كده لحد كان بيسالني على العشه، قالت ان في عشش بتتباع جاهزه. فعلا الفكره دي حلوه جدا، انا شفتها اللي هي القفاصه اللي بتتباع جاهزه دي، فعلا حلوه قوي قوي. لو انت مش عايزه تخرمي او كده في الحيطه، او مثلا لو انت مش عايزه تربي في البلكونه، عايزه تربي في مدخل مثلا او بير سلم او حاجه، برضو دي تبقى حلوه جدا معاكي وبتتباع جاهزه كده.
دور 2 3 زي ما تحبي. فبرضو من الحاجات الحلوة قوي برضو معاكي في تربية الطيور. بس القفاصة مش هتنفعك لو هتربي نوع فراخ غير الابيض، هي بتكون حلوة في الابيض، انما مش عارفة بصراحة النوع اي نوع بلدي بقى هينفع فيها ولا لا، عشان هم اشقية جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هم عاملين لي دوشة بطريقة فظيعة يعني، خصوصا الديكين اللي فيهم دول. هم حاسة ان هم اللي متعفشين الفراخ كده وبيقعدوا يضربوا فيهم طول النهار. فان شاء الله باذن الله انا كده كده ناويه ان انا اذبحهم، علشان خاطر برضو المكان إن زي ما انتم شايفين اللهم بارك الله اكبر يعني، العيشه ضيقه عليهم قوي. فان شاء الله بس اشد حيلي شويه كده البرد ده يروح، وهمسك الديكين دول اذبحهم كده. طبعا انا مش محتاجه معاهم ديوك. بتحتاجي ديوك لو انتي باذن الله كده لو طلع عندك فرخه مثلا عايزه ترقد او حاجه، فبتحتاجي ان البيض يكون فيه كسر، فبتحتاجي يعني ايه ان يكون مع البرابر ديك. لكن طبعا انا ظروف وضعي والمكان بتاعي، حتى لو حبة فرخة ترقد عندي مش هعرف ارقدها فين، فانا مش فارق معايا خالص ان هو يكون موجود ديوك. الديوك ما بتأثرش على البيض يعني، عشان تبقوا عارفين مش بتأثر على الفرخة تبيض او لا، كده كده الفراخ بتبيض عادي مفيش مشكلة. الفراخ النوعية دي اللي هي الكبار بقى اللي عندي اللي فوق اللي هم القدام مفيش معاهم ديك وبيبيضوا الحمد لله والشكر لله. الفراخ دي نوعها ايه يا بنات؟ الفراخ دي فيومي ما شاء الله تبارك الله، انا جبت منهم السنه اللي فاتت، فلما عجبوني قوي 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 في البيض اللهم بارك حلوين جدا جدا، كلحم وكبيض حلوين قوي قوي قوي. فلو بتدوري على فراخ عشان برضو حبيبتي اللي كانت بتسالني ام معاذ في الفيديو اللي فات ايه احسن نوع فراخ لحم وبيض، عندك الفيومي حلوه جدا في اللحم والبيض، وعندك الرزي برضو حلو جدا جدا في اللحم والبيض. فالنوعين دول حلوين قوي، هما بيبقوا شكل بعض اصلا عاده يعني. لكن هم مش عارفة بتختلف في السلالة ولا في ايه، لكن هم حلوين جدا جدا في البيض واللحم كمان يعني، ما شاء الله بتشيل لحم عن البلدي بتبقى فراخ بيض لكن بتبقى خفيفة قوي، حتى الديوك بتاعتها ما بتكونش زي نوع الفراخ ده كده، بتكون ضعيفة قوي يعني ما بتشيلش لحم معاكي للدرجة اللي بالك فيها. فما شاء الله هم حلوين قوي، وانا جبتهم عن تجربه يعني، عشان انا جربت السنه اللي فاتت زي ما قلت لكم جبتهم، ولكن كان حظي انه كلهم جم ديوك. فالمره دي انا اشتريتهم على اساس ان هم كلهم برابر، فاللهم بارك طلع لي فيهم كده زي ما انتم شايفين، كانوا 3 ديوك انا خدت واحد ذبحته ولسه 2، فالحمد لله وشكر لله طبعا. يعني حلوين جدا. فاحسن حاجه اليومين دول ان انت بتقدري تحددي نوع الجنين زي ما بيقولوا يعني، انت رايحه تشتري فراخ عايزه برابر بتاخدي برابر، عايزه ديوك بتاخدي ديوك. فدي من الحاجات اللي مفرحاني وبسطاني قوي يعني، فاهمني. فلما جبت المره اللي فاتت ال10 فرخات كانوا كلهم بقى نصهم كان ديوك، فقلت يلا فضل ونعمه طبعا وحلوين ورضا، ما طلعليش منهم بس الاربع برابر هم اللي موجودين عندي دلوقتي. ولكن مع الاسف الشديد انا هضطر ان انا اذبحهم عشان اوسع مكان لدول، اطلع دول فوق بقى واجيب التربيه البيضه ان شاء الله. فباذن الله على بكره او بعده كده بامر الله تعالى هبدا بقى ان انا اذبح الكبار اللي فوق واطلع دول مكانهم، عشان امسك بقى العشه دي اعقمها وانضفها، عشان برضو حبايبي اللي مستنيين ان احنا نجيب بقى دوره الفراخ مع بعض ان شاء الله باذن الله. اعملوا حسابكم باذن الله خلال يعني على اخر الاسبوع ده ان شاء الله، يعني على بكره ولا بعده كده هحجز الفراخ ان شاء الله. فعشان لو حابين تجيبوا معايا ونبدا الدوره مع بعض بامر الله. وبرضو حبيبتي كانت بتسالني بتعقمي العشه بايه، انا بعقمها بكلور بس يا حبيبتي، انا بمسكها انضفها كويس قوي وامسحها كويس قوي بميه وكلور، وبعد ما بخلص برش فيها كلور خام، برش فيها في الحيطان وفي الارض وفي كل حاجه كلور، وبسيبها شويه يعني مثلا ساعتين 3 كده الكلور فيها، وبروح جايه بقى ايه مسحاها ومنشفاها تاني وسايبه الباب بتاعها مفتوح يوم بحاله كده تتهوى قبل ما اجيب الفراخ التانية. ولما بجيب بقى الفراخ التانية بفرش العشه نشاره برضو، عشان اتسالت برضو بتفرشي ايه تحت الفراخ، بفرش نشاره او تبن المتوفر، لان ساعات ما بلاقيش النشاره مش بتكون متوفره، فبجيب تبن، فده او ده بيمشي وده بيمشي. انا بربي في البلكونه والبلكونه متسرمقه كده زي ما انتم شايفين، فالحمد لله فضل ونعمه ربنا يوسعها عليا يا رب اللهم امين يا رب العالمين. لان بتمنى من ربنا ان انا يبقى عندي سطح كده، انا بحب تربيه الطيور قوي 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 قوي، فنفسي كده يبقى عندي سطح كده واسايب الفراخ كده واقعد في وسطهم كده في الشمسيه كده، ادعوا بقى ربنا يوسع عليا وعليكم يا رب اللهم امين. فهنا كنت بوريكم بقى العشه
عشان كتير قوي برضو سألوني العش عاملاها ازاي. بص، هو بصراحة مش هكذب عليكم، هو جوزي اللي عاملها، فانا مش هكذب عليكي بقى واقولك ان يعني ايه، انا بديكي بس الفكرة، وحضرتك ممكن بقى ايه، زوجك مثلا يساعدك، ابنك لو كبير شوية يساعدك، ممكن تستعيني بنجار او ممكن تشتريها زي ما قلتلك. بس يلا بقى جدعنوا، الفراخ دي اللهم بارك كانت عندي وباضت على 4 شهور ما شاء الله. فان شاء الله لو جبتي من دلوقتي هينهضوا رمضان بإذن الله تعالى، ويبسطوكي بيض بقى، وما تبقيش محتاجه ان انت تشتري بيض من بره، فاهمني؟ يعني مثلا انت لو جبتي من دي برابر على ديوك، ما شاء الله تبارك الله، هيملوا البيت عندك بقى خير. سواء مثلا بيضه، طبعا البيض البلدي اللي هو البيتي اصلا عامه كمان غير المزارع بيبقى له طعم تاني، وبيبقى جميل جدا جدا جدا. فيلا بقى جدعانه، رمضان لسه عليه 5 شهور، فان شاء الله لو جبت اليومين دول باذن الله تلحقي البيض على رمضان بامر الله. وكمان لو طلع فيهم ديوك هتذبحي كده مع حله محشي كده في رمضان، هتبقى زي السكر وزي العسل. هنا كنت بوريكوا اهوت، هو عامل كده زي نظام حلق كده في الحيطه كده، هو دقيقها بمسامير، وعامل عليها السقف بتاع العشه اللي فوق، فاهمني؟ وبرده البيبان كده زي ما انتم شايفين، برده عامل لها حلقان كده عامل حلق كده في الجنب، وعامل عليها الباب كده. طبعا انت لو مش هتقدري تعملي كل ده، انت ممكن بحافظة قديمة او ببطانية قديمة تلزقيها بشمع كده من على الحيطان كده، تدبسيها كده بالشمع، تلزقيها. وبرده الباب كده تعملي، يعني انا قبل ما اعمل العشه ده والله العظيم، قبل ما اعمل العشه دي كنت عامله كده، كنت عامله ضليله كده وبربي. فضلت حوالي كام شهر كده اربي من غير عشه ومن غير حاجه، على ما جوزي فضي كده وعمل لي العشه دي، عمل لي الدور ده. وبعدها برده بسنه كده راح عامل لي الدور التاني ده. فالدور التاني اهوت زي ما قلت لكم، هو فيه الاربع فرخات اللي هم الكبار. اللهم صل على النبي، هم بيبيضوا الحمد لله اهمت، فشايفين العشه كبيره جدا عليهم. فده اللي خلاني قلت اجيب بقى دوره تانية، بحيث ان انا يعني ابقى استفيد من العشه، مش هفضل بقى راكنه العشه كلها على 4 فرخات بس، فاهمني؟ فعشان كده انا جبت تاني. وما شاء الله هم في البيت حلو جدا، حلوين قوي 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 تبارك الله. فان شاء الله بامر الله كده على رمضان ان شاء الله يكونوا ربنا كرمني فيهم ويكونوا باضوا. فان شاء الله باذن الله اليومين الجايين هذبح بقى ال4 دول زي ما قلت لكم، وهطلع التانيين دول فوق، واذبح الديكين دول برضو عشان اوسع المكان شويه. باذن الله، عشان بقى ايه نجيب بقى فراخ بيض، عشان عايزه اقول لكم ان تربيه الفراخ البيضه وحشتني بطريقه مش طبيعيه. يعني يمكن انا من شهر، كان من شهر كام اخر تربيه ربيتها؟ تقريبا في شهر 5 اللي فات كانت اخر تربيه ربيتها. مش فاكرة، كانت في شهر 4 تقريبا، لا كانت في شهر 4. فحاسة لا ان انا ناقصني حاجة كبيرة 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 قوي قوي بصراحة. فان شاء الله اجيب بإذن الله الايام الجاية دي، عشان لو عايزين نبدأ كده مع بعض بإذن الله تعالى. تعالوا بقى يلا نعمل الغدا. اللهم صل على النبي. انا كان عندي شويه فيجيتار صغيرين، انتوا عارفين انا بجيب الفيجيتار اللي هو السايب ده. فكان عندي شويه فيجيتار صغيرين كده، فبعت بنتي تجيب فما لقتش، فجابت لي كيس اللي هو البقسماط. عايزه اقول لكم والله برضو من فات قديم متاح، يعني عارفين اللي هو البقسماط، بتحسي ان هو بيدي لون حلو قوي، بيعمل كفر حلو كده للبانيه ما شاء الله. فانا رحت مقلبه بقى ايه، شويه الفيجيتار على كيس البقسماط كده، رحت مقلباه. وقلت عشان هو ممكن يبقى كتير فما بهدلوش كله، فشلت شويه في الكيس كده يبقوا نضاف، لو احتجت احط تاني، فاهمين قصدي؟ بس فانا باخده بقى كده، باخد البانيه وببدا ان انا اضغط عليه كده، او بحط عليه بقى الفيجيتار او البقسماط، واروح كده ضغطه كده بالمعلقه. وبرجع برضو ان انا اضغط بايدي جامد قوي، علشان ايه الكفر ما يفكش مني في الزيت. انا ما شاء الله بعمله وبحمر على طول، يعني بقلي على طول، مش بحطه في الفريزر ولا اي حاجه. انا يا دوبك بخلص كده الكفر، بروح جايه بادئه على طول في القلي على طول. ما شاء الله الطريقه دي حلوه جدا جدا. وعايزه اقول لكم ان انا هعمل كده على طول، يعني اللي هو هجيب مثلا ب10 جنيه فيجيتار، واجيب كيس بقسماط واقلبهم على بعض. بيديكي طعم حلو قوي، لون حلو قوي ما شاء الله كمان، يعني لا ده بس البقسماط لوحده بصراحه ما بتحسيش ان هو طعمه حلو، يعني الفيجيتار بيبقى متبهر، فبيديكي طعم حلو قوي وريحه حلوه. فلما تعملي ميكس كده بين الاتنين بيبقى حلو قوي. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى، قلت ايه تغيير بقى، مش كل مره نعمل بانيه نعمل جنبه مكرونه، قلت اعمل جنبه من النهارده بقى ايه رز بسمتي. الرز كان موجود عندي اصلا،
اللهم صل على النبي، ايه رحت جايه قلت ايه هعمله بقى. طبعا انا مسكت الرز غسلته، بحب ان انا انقع الرز البسمتي شويه، يعني مثلا ربع ساعه كده. جبت بصلايه صغننه وحمرتها كده، اول ما بدات ان هي تاخد اللون الذهبي الخفيف ده رحت جايه نازله عليها ب3 كوبايات من الميه. هو الرز كان عندي كوبايه ونص، فانا بضاعف الميه بتاعه الرز. يعني لو معاكي كوبايه رز بتحطي عليها كوبايتين ميه. تمام. اللهم صل على النبي. معايا هنا بقى اللي هي البهارات ويلز دي، عايزه اقول لكم كل انواع البهارات بتاعتها تحفه تحفه بجد، كانت مخليه طعم الرز جميل جدا جدا ما شاء الله. فاخدت كده، طبعا هو الكيس ده بيتحط على كيلو رز، فانا عشان كنت عامله نص كيلو حطيت كده نص الكيس، وضفت كده سنه صغيره كانت هي اللي موجوده عندي بصراحه، كركم، كانت سنه صغيره خالص يعني. حطيت كده كمان شويه اللهم صل على النبي ملح. ما كانش بقى عندي ولا لومي ولا حبهان ولا اي حاجه، فانا قلت خلاص كفايه يعني البهارات بتاعه الويلز هتدي معايا طعم حلو برضو. هنا بقى كان الزيت سخن، فنزلت كده بالبانيه، واول ما نزلت بالبانيه وطيت بقى النار عليه عشان يطلع معايا مستوي وحلو كده. الزيت ده انا كنت محمره فيه اللهم صل على النبي قبل كده فراخ، فقلت بقى احمر فيه البانيه واستغنى عنه بقى بعد كده. طلعت بقى قطعه جزر كده مبشوره من اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض السنه اللي فاتت. حبايبي اللي متابعيني من زمان، اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض السنه اللي فاتت، شوفوا بقى الحاجه بتنفع قوي 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 ازاي، والتفريزات بتنفع ازاي. واول كده ما الميه بدات تغلي معايا رحت نازله بقى كده بالرز ما شاء الله. واول ما بيغلي بقى كده وبيتشرب بوطي عليه كده يتنشف كده او يتردد شويه مع نفسه. بس كده غدا سريع جدا، من الحاجات المنجزه قوي معاكي في ايام المدارس كده، وكمان من الاكلات اللي العيال بتحبها قوي قوي. فهم يا حبايبي بيرجعوا من المدرسه، عايزه اقول لكم بيرجعوا من المدرسه والدروس مرهقين جدا، فاليومين دول بحاول اعمل لهم اكل بيحبوه كده عشان ايه انسيهم تعب اليوم كله. عملت كمان سلطة طحينة، والرز بتاعنا بقى شايفين قمر قوي قوي ما شاء الله، والبانيه كمان طعمه في منتهى الجمال. وده كان غدانا في اليوم ده، ربنا يديمها نعمة عليا وعليكم اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يوسع ارزاقنا جميعا ويرزقنا يا رب من واسع فضله وكرمه علينا، اللهم امين يا رب العالمين. وارزقنا يا رب الستر والصحة وراحة البال. ده كان غدانا، ربنا يديمها نعمة. بتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم بإذن الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.